عيل ما يعرفش حاجه يعني. لا والله لا تحط خالص، دماغك انا لا خالص، انا بكلمك على تاريخك الكبير. مع تاريخي ده وبالتالي انا ما بقولش حاجه جديده وما بقولش حاجه يعني ما فيهاش اي لا رياء ولا في نفس الوقت ده واقع والجميع يعلم. حبيبي هي كلها 3 شهور، واللي هو عاملينه تمثال من العجوه ده او من العسل ده هيسيح، وبعد كده هترجع ريما لعادتها القديمه. هي بس ايه زهوه ان هو جاي من الزمالك والكلام ده انا اللي لعبته في النادي الاهلي رجعت بظهري، الرجوع بس بظهري بتاريخه كله، اللي جاي واللي راح، يعني بتاريخه كله اللي هو جاي واللي راح. وطلع يقول لك انا مش عارف ايه وما ادرك ايه. لا انت وشك نحس على النادي الاهلي. يعني انت من يوم ما جيت النادي الاهلي فقد بطولتين، اسهل بطولتين في تاريخه، وكان النهارده الثالثه. لولا ربنا ولولا الجماهير اللي كانت ماليه الاستاد. والنهارده برضه عايز اعقب في الحته دي على ان هو اللي بقول لك انا اول بطوله ليا انت بتلعب في ووتشر، يعني انت بعدين يقول لك انا كاس العالم. طب انت ما وصلتش ليه؟ انت قدم السعد لازم تخليهم يلعبوا على النهائي، مش هقول لك خد النهائي، دي رقم 1. رقم 2 انت بتلعب في ووتشر، وفي ووتشر النهارده احرجتك وخلت كل جماهير الاهلي بما فيهم كولر واللعيبه اللي جوه الملعب واللي بره الملعب كلهم النهارده كانوا قاعدين حاطين ايدهم على قلبهم. يعني في كوره في الاخر اللي هو اللعيب الصغير ده لو جابها بقت 3-2 هنا